مرحبا متابعيني، شلونكم اخباركم؟ طبعا اليوم عندنا طريقة عمل بيتزا بطريقة صحية بدون اي دقيق طبعا ولا شوفان. طعمها كلش طيب، راح كلش تعجبكم وكلش راح تستفادون منها. وهسه هاي لاحظوا، هسه راح نرفع ورق الزبدة منها هذا الشكل. طبعا مواد كلها صحية وطعمها والله العظيم كلش طيب، راح كلش تستفادون منها. هاي لاحظوا اصدقائي، شوفوا هاي شلون من الجهة الثانية مستوية، وهاي باعوا وبدون طحين، وراح تقدرون تاكلون منها مرضى السكر العاملين حمية وجماعة الدايت. ماكو حرمان بالدايت، بس واحد يكون يسويها نفس الطريقة، والله العظيم وأطيب من البيتزا مال الطحين. هاي راح نقطعها على شكل مربعات. تقدرون بيوم كامل هاي تكملوها كلها، يعني إذا شخص واحد عادي ما بيها أي مشكلة، سعراتها مناسبة. هاي بقى هاي قطعة من عندها بقى ما شاء الله، يعني ما تتوقعون بدون دقيق. شوف، وهسه تابعوني وإن شاء الله شوفوا الطريقة. إذا عجبتكم لا تنسونا حبايبي بدعمكم باللايك والاشتراك حتى نستمر وياكم، حتى يوصلكم كل شي جديد. هاي نبدي بسم الله. طبعا هاي المكونات كلها من البيت، وكل بيت بيه طبعا هاي الشغلات كلها موجودة، ما راح يعني تجيبون شي من برا. وبالأخص الإنسان اللي بيه سكر أكيد هاي المواد كلها موجودة. عندنا هذا جبن العرب أو بالدول العربية جبن القريش، يكون ناشف من الماء، يعني ما بيه ولا قطرة مي، تحاولون تصفونه من الليل تخلونه مصفى وتعوفين ينزل مية. وهاي طبعا عندنا بيضتين حبايبي، كل ملعقة، وهاي زيتون عندنا، وهاي لحم طبعا مقطع وطماطة، هذا اللحم مشوي واني شاي رافعته بالفريزر. وهاي عندنا فلفل اخضر، طبعا انتو اللي يعجبكم خلوه. هاي عندنا سودة يعني بيكربونات الصوديوم، وعندنا صلصة، وعندنا خل ابيض، وعندنا ملح، يعني مكونات، وبيكنج باودر هم قليل على مود ترتفع عندنا. حبايبي هذا البيكنج باودر حبايبي، اول شي يعني احب اقول لكم كل ملعقة مليانة تماما من الجبن يحتاج لها بيضة واحدة، والقياس والمقادير اللي تحبوها تسووها. هاي حبايبي هسه اول شي راح نخلي البيضات هنا بهذا الكوب، حتى شنو نخليها بالمكسر ونطحنها ناعم هي والجبن. وهذا عندنا جبن ملعقتين طبعا مليانة اخذت منه، والقياسات قلت لكم كل ملعقة جبن وياها بيضة، وانت الكمية اللي تحددوها. هاي حبايبي صار عندنا الخليط الجبن والبيض سائل بهاي الطريقة. نحاول نخليه مفرغه بالكاسة حتى نشتغل بيه. هسه شوفكم القوام شلون يكون، باعوا بهذا الشكل، يكون القوام عندنا سائل. لان شنو اللي عندنا راح يمسك العجينة، راح نخلي قشور السليم او الاسباغول طبعا ملعقة واحدة مليانة. هاي عندنا اول شي خلينا بكربونات الصوديوم حتى تنتفخ العجينة عندنا، وهاي قليل من البيكنج باودر طبعا بطرف الملعقة. وهاي عندنا خل ابيض او اي خل عندكم لا تتقيدوا. وهاي عندنا هنا ملح، طبعا ملح الهيمالايا، وانتو اي ملح تحبون خلوه. وهاي عندنا قشور السليم باوعوا باصغر ملعقة، يعني ملعقة الاكل وحدة كلش كافي بالنسبة للبيضتين. احنا نريدها عجينة سائلة، لا تسووها عجينة يعني قوية، ما نريدها كلش متماسكة. نترك العجينة 5 دقايق ترتاح، ونصبها بالقالب اللي مخلين بيه ورقة الزبدة. هاي حبايب القالب، وهاي ورق الزبدة. وهاي عندنا بعد ما تركناها 5 دقايق تصير العجينة بهذا الشكل كلش سائلة. باعوا نحاول نفرشها، يعني نمدها بالقالب ونعدلها نرتبها بطريقة صحيحة بهذا الشكل. طبعا القالب اللي تحبون تسوون بيه سووا. هاني هذا قالب مربع، كمية كانت قليلة بس حاولت يعني خليتها بهذا القالب بهذا الشكل. هسه هاي الصلصة طبعا انا مسويتها بالبيت، نحاول ندهنها على كيفنا. تحاولون من تخلون العجينة تتركونها دقايق، يلا تخلون الصلصة على مود تتلحق شوية، تكون العجينة تتماسك.
باعوا بهذا الشكل حبايبي. الصلصة هاي مجرد طماطة خليتها بمي حار، وبعدين بمي بارد وقشرتها وهرستها بالمكسر، خليتها على النار. ومن شفتها ثخنت قليت شوية ثوم كم فص بزيت الزيتون وضفت عليها، وخليت شوية من البهارات كزبرة وشوية فلفل أسود وشوية بابريكا. بهاي الطريقة تصير مال بيتزا هاي الصلصة ومال لحم بعجين. وهاي حبايبي خلينا احنا اللحم، طبعا اللحم هذا عندي مشوي سابقا كم قطعة سويتهم صغار، وهذا الزيتون والطماطة والفلفل. وانتو الشي اللي تحبونه خلوه، تردون دجاج، تردون شرائح لحم، تردون تونة، اي شي يعجبكم خلوه. هاي نحاول بالملعقة حبايبي نضغط على الحشوة حتى شوية تتماسك بالعجينة. تردون تخلون جبن موزاريلا او ما تريد تحبون تخلون، وانتو تقدرون تبدلون، بس يعني العجينة انا قلت لكم طريقتها وانتو شفتوا بالبداية ما شاء الله يعني فد شي خرافي. خلي جبن موزاريلا عليها. حبايب عندنا طريقة التسوية تكون على درجة فرن حامي على درجة 180، ومن نشوفها بدت شوية تستوي ننقص لل150 ونتركها بالفرن لحد ما تبرد. من تستوي نطفيه، وورا 10 دقائق من تبرد طلعوها. وهاي كانت النتيجة حبايبي. لا تنسوني أصدقائي بدعمكم اللايك والاشتراك حتى يوصلكم كل شي جديد، وحتى تواصل وياكم حبايبي، وحتى قناتي تستمر بوجودكم وياي. أتمنى طريقتي تعجبكم، وأتمنى ما قصرت وياكم. شكرا للمشاهدة أصدقائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسونا باللايك حبايبي.